فنان مجرد ما تشوف عينيه تحس ان في خطر جاي. صوت هادي، مش بيخاف، مش محتاج يصرخ. نظرة واحدة كانت كفيلة تخلي القلوب ترتجف. الغريب ان الناس كانت بتخاف منه في الشارع زي ما كانت بتخاف منه على الشاشة. اتهموه انه شرير واتحبس في دور واحد ودفع ثمن صدقه في التمثيل غالي قوي. هو مين؟ وازاي يبقى انسان طيب جدا في الحقيقة واقصى رجل شافته السينما قدام الكاميرا؟ خليك معايا للآخر لأن شخصيتنا مش زي ما أنت متخيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير ومع فيديو جديد من فيديوهات شخصيات لها تاريخ. شخصيتنا النهاردة شخصية فنية، فنان مصري مجرد ما يطلع على الشاشة تحس بالخوف، بالرهبة، بالقوة. شرير ولا مظلوم ولا عبقري؟ عرف يمثل الشر لدرجة ان الناس صدقته. فنان عاش بسيط ومات بسيط لكنه سيطر على قلوب الملايين. شخصيتنا ولد في 22 ديسمبر سنة 1910 في حي المغربلين، حي شعبي عريق من أحياء القاهرة. طفل عادي جدا، لا غني ولا فقير قوي، لكن عنده ملاحظة غريبة، كان هادي زيادة عن اللزوم، ينظر كتير ويتكلم قليل. دخل مدرسة الفنون التطبيقية وكان بيحب الرسم والنحت، لكن القدر كان مخبيله طريق تاني خالص. والصدفة لعبت دور كبير لما اتعرف على مجموعة من الشباب اللي كانوا بيحلموا بالمسرح والتمثيل، ومن هنا بدأت أول خطوة في عالم الفن. خطوة خجولة لكنها كانت بداية أسطورة. في البداية محدش كان شايف فيه نجم. ملامحه حادة، نظراته تقيلة، صوته هادي لكن مرعب. المخرجين شافوا فيه حاجة واحدة بس، الشر. بدأ بأدوار صغيرة لكن كل مرة يظهر كان يسرق الكاميرا من أبطال العمل نفسهم. الغريب إنه كان أطيب إنسان خارج الكاميرا، لكن على الشاشة وحش مخيف صادق لدرجة تخوف. مع الوقت اتحول من ممثل عادي إلى أيقونة. قدم أدوار المعلم القاسي، التاجر الجشع، الراجل اللي مفيش في قلبه رحمة. لكن الناس ما كانتش شايفة تمثيل، الناس كانت مصدقة. وصل الموضوع ان بعض الناس كانت تخاف تسلم عليه في الشارع، وكان في ستات كتير تستعيذ بالله اول ما تشوفه. هو نفسه قال مرة ان انا اتظلمت لانهم حبسوني في قالب واحد لكني كنت راضي. بعيد عن الأضواء كان إنسان بسيط جدا، ملوش في الشلالية ولا في السهر ولا في الصراعات. اتجوز 3 مرات. المرة الأولى كانت من فنانة عظيمة، هقول اسمها عشان ما تتلخبطوش بين الفنانين اللي قاموا بأدوار الشر. كانت الفنانة علوية جميل، وكان زواج هادي محترم قائم على التفاهم. عمره ما كان نجم فضايح ولا اتصدر ترند بسبب مشكلة أو أي حاجة مخلة. كان نجم فنه فقط. شخصيتنا مثل 318 فيلم وحصل على جوائز كتير، منها وسام العلوم والفنون سنة 1946، وسام الأرز من لبنان عن مجمل أعماله الفنية، وكرمته الدولة المصرية وحصل على عدة جوائز منها الميدالية الذهبية للرواد الأوائل، وجائزة الدولة التشجيعية في التمثيل سنة 72، وشهادة تقدير في عيد الفن سنة 1977، وعين عضو في مجلس الشورى سنة 1980. أطلق عليه الفنانون العرب لقب أنتوني كوين الشرق، وذلك بعد أن شاهدوه يؤدي نفس الدور اللي أداه أنتوني كوين في فيلم القادسية بنفس الإتقان بل أفضل. وفي 6 يونيو سنة 1983 أثناء تصوير آخر أفلامه أصيب بأزمة قلبية حادة أثناء تمثيله مشهد الموت، لدرجة إن فريق العمل كانوا بيفكروه إنه بيكمل المشهد وهو كان توفاه الله. رحل بهدوء زي ما عاش بهدوء. رحل الرجل اللي علم أجيال يعني إيه تمثيل حقيقي، الشخصية اللي كرهها الناس على الشاشة وحبوها بعد ما عرفوا حقيقتها. عملاق الشر، أستاذ الأداء الصادق،
يا ترى عرفتوه هو مين؟ لو عرفتوه اكتبوا اسمه في التعليقات، وفي الفيديو الجاي نشوف مين اللي قال اسمه صح. واشوفكم في فيديو تاني من فيديوهات شخصيات لها تاريخ. ودلوقتي جه ميعادنا مع اصدقائنا المتابعين اللي اتفرجوا على الفيديو وعملوا تعليقات بس بدون حل، وبرحب بيهم وبشكرهم على اهتمامهم وعلى زيارتهم الفيديو. وهنتكلم كتير ليه؟ ما تيجي نشوفهم هم مين. يلا بينا. وجه ميعادنا دلوقتي مع حل فزورة الفيديو اللي فات، وكانت العالم العربي اللبناني حسن كامل الصباح. يلا بينا نشوف حضراتكم قلتوا ايه في التعليقات، وبعدها نشوف اسماء او لوجو القنوات اللي قالت الاجابة الصحيحة. عندي قناة منوعات ماما امل، يوتيوبر امل، قالت حسن كامل الصباح. ما شاء الله عقليته فذة، كانت شخصية عبقرية زي توماس مخترع المصباح الكهربائي. عندي قناة سهام من قلب الجزائر، يوتيوبر سهام برنسيسة الجزائر. تسلم يا أطيب خلق الله، الإجابة عالم الكهرباء والإلكترونيات الفذ حسن كامل الصباح، ربي يرحمه ومنور أطيب خلق الله. ربنا يعزك يوتيوبر سهام. عندي قناة هناء لايف، أظن كده بنطقها صح، قالت الاسم فيليب كسندر، وولد في لبنان 1894 واتنقل لامريكا 1920. عمل في شركات زي جنرال الكتريك، قام بتسجيل اكثر من 140 اختراع، وتوفي عام 1935. هو حسن كامل الصباح، يوتيوبر هنا. عموما اسمك حطيته عشان اجتهدتي وبحثتي ودورتي، ربنا يعزك وشكرا على تقديرك. قناة لبنى عبد العزيز، يوتيوبر لبنى عبد العزيز، قالت هو العالم حسن كامل الصباح كان أول عربي يحصل على لقب فتى العلم الكهربائي من معهد المهندسين الكهربائيين الأمريكيين، وله إسهامات كتيرة أو كبيرة في مجالات متعددة زي التلفزيون والمحركات والطاقة الشمسية، وكالعادة بتزودنا بمعلومات يوتيوبر لبنى. عندي قناة بيت ماما، قالت مساء الخير يا برنس، منور الدنيا نورك يا ست الكل يا يوتيوبر منال. قالت العالم حسن كامل الصباح له مجالات متعدده مثل التلفزيون، المحركات، والطاقه الشمسيه، ولقب بفتى العلم الكهربائي. قناه كروشيه ويوميات ام عبده، يوتيوبر ام عبده، قالت الشخصيه هو حسن كامل الصباح، عالم لبناني لقب بفتى علم الكهرباء، ولد في النبطيه عام 1894 وبرع في الكهرباء وسجل اختراعات مهمه، وتوفي 1935. ربي يعزك يوتيوبر ام عبده على المعلومات دي. قناه الكلام الجميل، يوتيوبر احمد، قال مساء الخير يا برنس. مساء الفل يا يوتيوبر احمد. قال هو العالم حسن كامل الصباح، تحياتي لك يا برنس وتحياتي لك يوتيوبر احمد. عندي قناه الاستاذه هيفاء لافي، يوتيوبر هيفاء، قالت مساء الخير والسعاده والامل بالله. محمد الفاتح معروف جدا. انت حضرتك كده بتقولي حل الفيديو اللي قبل اللي فات. عموما ربنا يعزك ويبارك فيكي، وشكرا على تقديرك واهتمامك. عندي قناه وصفه شهيه مع ايمان، يوتيوبر ايمان 2، قالت مشاركه جميله حسن الصباح، ربي يعزك. عندي بعد كده قناه مطعمي جنة نونو، يوتيوبر مها، قالت تحياتي لك يا برنس البرنسيس وتستاهل اعظم واجمل الالقاب، ربنا يعزك يوتيوبر مها. قالت شخصيه اليوم قبل ما اتكلم عنها اقول صاحبه الفضل في معرفتي في المعلومات عنها امي رحمها الله، ربي يرحمها ويغفرها ويغفر لها ويسكنها فسيح الجنات وتعيشي وتفتكري. كنا بنقعد ندردش انا وهي، فكلمتني عن مخترع الكهرباء وهو المهندس العالم حسن كامل الصباح، ودرس في امريكا وشارك في ابحاث الطاقه الشمسيه. عندي يوتيوبر او قناه احمد فضل، يوتيوبر احمد فضل، قال اسم شخصيه اليوم هو العالم اللبناني المهندس حسن كامل الصباح. عندي قناه نصائح عامه، يوتيوبر نصائح عامه، قالت معلومات وطاقه ايجابيه وامل وتفاؤل، هو ده البيت الكبير. البيت الكبير بيكم، يوتيوبر نصائح عامه، قالت العالم العربي اللبناني حسن كامل الصباح، معلومات قيمه فعلا عبقري. عندي قناه رحمه الرحمن، يوتيوبر رحمه الرحمن، قالت هو العالم الدكتور حسن كامل الصباح، لقب بأديسون الشرق بسبب عبقريته وكثرة اختراعاته. كان عمره 41 سنة عند وفاته، ورغم قصر عمره ترك إرثا علميا كبيرا اعترفت باختراعاته كبرى المؤسسات العلمية في أمريكا. كل التوفيق لك يا برنس، مع تحياتي الأهلي الكبير
اهل البيت الكبير. وتحياتنا ليكي يوتيوبر رحمه الرحمن اللي دايما منورانا ومشرفانا في التعليقات. يلا بينا دلوقتي نشوف اللي اجابوا الاجابات الصحيحه. يلا بينا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة من شخصيات لها تاريخ. أتمنى أنه يعجبكم، وأتمنى من حضراتكم المشاركة والجدية من الإخوة اللي ما بيقولوش الحل. حاولوا تبحثوا وتدوروا، مش عشان كنتوا بس، عشان خاطر شبابنا وأولادنا كمان تعلموهم وتوصلوا لهم المعلومة. وألف شكر وكل التقدير والاحترام اللي قالوا الإجابات الصحيحة وتعبوا نفسيهم. ربنا يعزكم ويبارك فيكم، واشوفكم في فيديو تاني من شخصيات لا تاريخ.